شخصية النهاردة عن رائد جديد من رواد المسرح المصري. أدواره السينمائية قليلة جدا، وده لأنه كان مركز كل نشاطه في العمل المسرحي. أنا شخصيا لا أتذكر له سوى 3 أفلام سينمائية، هي نشيد الأمل مع كوكب الشرق أم كلثوم، ودور والد زبيدة ثروت في فيلم يوم من عمري، وأخيرا الدوق أرثر في الفيلم الأيقوني الناصر صلاح الدين. شخصية النهاردة عن الرائد المسرحي الكبير زكي طليمات. اتولد زكي عبد الله طليمات في حي عابدين بالقاهرة عام 1894. حصل على شهادة البكالوريا من المدرسة الثانوية الخيديوية. سافر بعدها إلى فرنسا لاستكمال تعليمه في فن التمثيل، وهناك نجح في أن يلتحق بفرقة الكوميدي فرانسيز الشهيرة. وعندما عاد عمل مراقبا للمسرح المدرسي ثم مديرا للمسرح القومي، وينسب إليه إنشاء معهد للتمثيل الذي تحول فيما بعد إلى المعهد العالي للفنون المسرحية. ينسب له أيضا إنشاء نفس المعهد في كل من دولة الكويت وتونس، التي منحته وسام الافتخار بدرجة كوماندوز. ومن أعماله المسرحية مسرحية أهل الكهف، صقر قريش، الكنز، وأوبريت موال من مصر. تزوج زكي طليمات من السيدة روزا اليوسف بعد انفصالها عن الفنان محمد عبد القدوس، وأنجب منها ابنته سعاد، الأخت غير الشقيقة للكاتب إحسان عبد القدوس، وانفصل عنها ليتزوج من الفنانة إحسان شريف. حصل زكي طليمات على جائزة الدولة التشجيعية وكذلك جائزة الدولة التقديرية، ومنحه الرئيس أنور السادات الدكتوراه الفخرية، ليرحل عن عالمنا في ديسمبر من عام 1982 تاركا بصمة مميزة في تاريخ المسرح المصري والعربي. فضلا لا تنسى التعليق وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.